الو. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ علوا لي ام علي بقى شويه هنا عندي. ايوه حضرتك. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. الله يخليك. بقول لحضرتك انا كنت متجوزه راجل ارمل اكبر مني ب 20 سنه. ما هو لازم تعلوها لي شويه، انا سمعت كانت متجوزه من راجل اكبر منها. اكبر مني ب 20 سنه. بس المهم اللي حصل يعني اسمته ونصيبي وعشت معاه كزوجه سنتين. حلو. وخلفت منه؟ لا لا ما حصلش نصيب. الحمد لله. وبعد السنتين عشت معاه 4 سنين يعني كبنته. يعني هو شطب بعد سنتين. لا حضرتك هو نزلت عليه جلطه. المهم وانا عشت معاه وكنت راضيه يعني الراجل تعب وعيه وسلم النمر. وكنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ايه يا شيخ عطية؟ مزعل الناس منك ليه؟ يعني الناس كتيرة جدا بتحبك، بس في ناس كتيرة قوي زعلانة منك. يا ريت الناس اللي ماسكة صفحة الشيخ عطية مبروك عشان ظروفه الصحية، يا ريت تقرا له التعليقات. يعني بجد في ناس كتيرة قوي زعلانة منك يا شيخ عطية. طبعا احنا كمصريين او عندنا في بلدنا بنحترم الشيوخ عندنا، سواء الشيخ الازهر، سواء شيخ الجامع، سواء اي شيخ بيطلع يقول فتاوى واحكام، فلازم نحترمه. بس نحترمه يعني لو كان الفكر بتاعه كويس ويناسب لينا ويناسب الدين والاخلاق بتاعتنا، طبعا لازم نشيله على راسنا. طيب حضرتك يا شيخ عطية، في ناس كتيرة زعلانة منك، عاوزين نعرف هم زعلانين ليه. بيقولوا الشيخ عطية مبروك ما بيديش فرصة للمتصل ان هو يحكي حكايته، وان هو بيستهزأ بأي متصل بيه، وان هو بيحكي يعني حكاوي كتير قوي في وسط ما المتصل بيحكي قصته، او يعني بيتكلم عن حياته الشخصية، او بيتكلم عن ورث، او بيتكلم ايا كان عن قصة حياته، عن أبنائه، عن أي حاجة يعني هو بيتكلم عنها. حضرتك أنت ما بتدلوش فرصة إنه يتكلم ويحكي، يعني بتتكلم معاه باستهزاء وأكنك بجد يعني قاعد معاه على المصطبة أو قاعد في بيت وعمالين تحكوا حكاوي أسرية. فده ما ينفعش يا شيخ عطية، أنا مش هعدل على حضرتك. يا ريت تحسن من أسلوبك مع الناس، لأن في ناس كتيرة جدا غضبانة على السوشيال ميديا، سواء بره مصر أو جوه مصر. فيا ريت تحسن من أسلوبك، لأن أسلوبك ده ممكن يناسب ناس وناس لأ. فاحنا كمان كمصريين احنا يعني بنحب حضرتك وبنحترم حضرتك، واحنا عن نفسنا يعني ممكن بنحب طريقة الكلام بتاعتك، بس صدقني في ناس تانية مش متقبلة ده يا شيخ عطية. يعني بجد يعني احنا ما نحبش حد ينتقدك في حاجة او يتكلم عليك بكلمة وحشة. ايوه انت بتقول مثلا حتة فكاهة كده في وسط الكلام، بس في ناس تانية بجد والله ما متقبلة ده. طيب ذنب ايه الست اللي اتصلت واخدت كمية تريقة في الحلقة دي غير عادية؟ يعني اتجوزتي كبيرة في السن ومات وخلع يعني منك بدري بدري ومخلفتيش احسن وكلام كتيرة قوي، ورجعي الورث لعياله او الشقة لعياله. هم حرين يا شيخ عطية، يعني بتسألك على حاجة حلال ولا حرام، نقصر بقى ونقول لها الحلال والحرام وخلاص، وهي بقى قادرة تعمله او متعملوش، هي اللي هتتحاسب عند ربنا. يعني مش لازم بقى نفتي في كل الحوارات دي كلها علشان سؤال واحد نحرجها ونطلع عينها في الحلقة. بجد يعني هي صعبت عليا. مش هعدل على حضرتك تاني، ويا ريت تراجع نفسك وحد يراجع لحضرتك التعليقات علشان ظروفك الصحية. ربنا يديك الصحة والعافية. واسيبكم يا جماعة بقى تسمعوا الشيخ عطية مبروك وهو بيتكلم المتصلة بطريقة بجد في ناس كتيرة الطريقة استفزتهم، وناس كتيرة غضبانة. فياريت الشيخ عطية مبروك يطلع ويعتذر للمتابعين بتوعه علشان ما تخسرهمش يا شيخ عطية، لأن المتابعين دول هم اللي بيعملونا، هم اللي بيقفوا جنبنا، هم الناس اللي كويسة في حياتنا. نفسك في راجل لا الحقيقه كنت. ولا حصلت فتنه؟ انا لا حضرتك يعني انا كنت راضيه باسمتي ونصيبي وراضيه ان انا اعيش معاه. انسي بس باسمتي ونصيبي دي، انسيها لي شويه عشان ما تلخبطنيش انا. أيوة. جوزك وخلاص بقى جوزك، بلا اسمه بلا مش اسمه. أيوة. انت رضيتي بيه علشان خاطر عنده كل حاجه، ده ما ولا هيكلفك طبق ولا طقم صيني. ده مش حكايه مش كده والله. امال يعني كنت عشقاه قوي لانه عبقري؟ لا انا يعني الاول انا كنت عايشه مع اهلي بخدمهم عشان كانت امي مريضه واتجوزت وانا عندي 40 سنه. طيب يا حبيبتي ما انا عارف، يبقى عندي ظروف فرضت بيه. ايوه انا عندي ظروف رضيت بيه. مفيش مشكله بقى، ما نقولش اسمتي ونصيبي، الله يرضى عليكي. خلاص انت اخترتي وربنا كرمك وعشت معاه 4 سنين، مات بعد كده ولا طلقك؟ الحمد لله. لا يعني انا كنت عايشه معاه وراضيه وكنت بخدمه بعينيا وكنت وايه اللي حصل؟ ولبيته وكل حاجه. وايه اللي حصل؟ كل حاجه كان بيقول لي عاوزه تمشي امشي، اقول له لا انا كنت مستحرماها ان انا اسيبه. والله راجل جدع ان يقول لك عايزه تمشي تمشي، ده راجل جدع. انا كنت مستحرماها لان لو سبته ومشيت ورجعت لاهلي كان هيتبهدل، لان كان عايش وحده في الشقه. الله يفتح عليك يا رب. ومعاه 3. المهم بعد الاربعه الاخوات
بعد الاربعه الاخوات توفى، بعد ما توفى الله يرحمه. في مبلغ من المال عند ابنه. استني بس. اه ايه اللي جاب مبلغ للمال دلوقتي؟ مبلغ مال ايه؟ ان هو كان معاه فلوس وعياله اخدوها منه عشان عياله خدوها منه وانتوا كنتوا بتقلي البيض؟ اخدوها منه ولا يعني انت كنت موجوده وما بياخدوها؟ ضربوه في البيت؟ لا خدوها بالعافيه؟ يعني ضحكوا عليه بمعنى اصح. ضحكوا عليه، يضحكوا براحتهم، بس هل انت دخلتي وقلت لا حرام عليكم ومسكت الشنطه اللي فيها ال 25,000 تلاقيهم كانوا كبير يا ولدي؟ لا انا قلت له انا مراتك يا هو كان معاه كام؟ لا ما تقولوش مراتك ولا حاجه، هو كان معاه كام؟ الفلوس اهو مبلغ وخلاص تقريبا كده يعني حوالي 100,000 جنيه. 100,000. وعنده كام عيل؟ عنده 3 وبنت. 3 وبنت. و3 وبنت ايه؟ جم ضحكوا عليه قالوا له ايه؟ هنشتري بامبا كشر؟ انا ما كنتش في الشقه فهو يعني خدوا مني الفلوس. امال سبتيه ورحت فين؟ جاتك نيله، سبتيه ورحت فين؟ كنت في مشوار ضروري قوي. لما يموت هو إيه؟ لما يموت انا ما الاقيش حاجه اورثها. لما ايه؟ لما هو يموت انا ما الاقيش حاجه اورثها، تبقى ورث اكيد. ما هو مات اهو، ما هو مات. هم خدوا الفكه، ما فيش عماره 2 ارض بتاع؟ لا حضرتك ما فيش خالص. في بيت احنا ساكنين فيه، كل واحد واخد شقه. وهو شقه وانت معاه في شقه؟ وانا معاه في الشقه والشقه كاتبها لي تمليك، واتفاجئوا ان هو بعد ما مات ان هو كاتب لي الشقه تمليك، كان محضرين لي ميراثي التمن، يقول انت مالكيش غير التمن، لكن اتفاجئوا ان هو كاتبها لي تمليك. الحمد لله. الحمد لله. طلعك بحاجه يعني؟ طلعني بحاجه، انا مش ندمانه، هم اخذوا الفلوس بس ربنا بعت لهم. يعني شوفي هم ياخدوا الفلوس وهو يكتب لك الشقه ملك، ربنا بعت لهم. ممكن اسالك سؤال يا حبيبتي؟ اتفضل. اللي احنا بنحكيه ده ده تبع شرع سيدنا محمد؟ حضرتك قلت انا عايز اجابه. لا يا فندم انا هعقب على كلامك، انا عايز اجابه منك. ده دين اللي بنقوله ده؟ عيالي تاخد فلوسي وانا اكتب شقه تمليك لمراتي عشان ما اسيبهاش ضيعه في وسط دين الهزبنه هي زبناه صاحب صوب اللي رباه؟ ما هو كده، ما احنا بنألف، احنا بنفت، احنا مش دين. الدين يموت الراجل وفلوسه تحت راسه وكل ثروته باسمه، وبعد ما نوديه بتلت ساعه مرات ابونا التمن بتاعك من الفلوس ومن الغيطه ومن البيطه ومن السبحه الصفراء، واحنا اولاده للذكر مثل حظ الانثيين، وجدنا مات من زمان ملوش حاجه، وجدتنا ماتت من زمان والله يرحمك ابويا وعقبال ليلته. مبروك ابو زيد وعقبال ليلته. مرات اخويا سمعاني اهي، ربنا يديها طول العمر. كنا واحنا عيال صغيرين كده. فكان المزين، استني بقى، فكان المزين لما يحمل عريس كده ويجيب الليف والبتاع فيحطوا طشت وينقطوا فيه المزين، فكل عيل يدخل كده يحط تعريفه او قرش ساغ، فالمزين يقول ايه؟ فلان برجاس وعقبال ليلته، يفرح قوي. فانا قلت لها اديني يا مرات اخويا قرش اروح عشان المزين يقول مبروك عطيه وعقبال ليلته. قعدت تضحك، وقلت انت عمرك ما عملت كده يا اخويا، اسكت انت اولى بالقرش. اقول لك انا مبروك، لسه عايشه وسامعاني اهي، اقول لك انا ومبروك ابو زيد وعقبال ليلته، وانا اقولها لا، لازم المزين اللي يقول. احنا زي المزين بالظبط، احنا وعقبال ليلتك، احنا بهدلنا الدين يعني قطعناه يا حلوه. اسالي يا بنتي قولي. يعني دلوقتي هو الراجل باع لي الشقه دي في حياه عينه؟ بلا باع لك بلا اشتري لك بقى، هو اداك مهر يا بنت؟ اداني الحمد لله. طيب يبقى الشقه دي تاخديها ازاي بقى؟ جاب لي مبلغ، يعني جاب لي ذهب. المهم حضرتك هي في منطقه محترمه وعماره عاليه؟ لا ده بيت. يعني تجي لها الشقه بتاعتك دي تجي لها بكام؟ يعني تيجي 80,000 كده. يعني بتقولي ايه يا حماه؟ احنا هنقول دلوقتي بحسن الوعظ يعوض عنا ربنا. حبيبتي المفروض ان انت بكل ما اخذتي وهم بكل ما اخذوا تجتمعون جميعا على لقمه هنيه على روح المرحوم وتعيدوا توزيع المواريث. وانا بقول الكلام ده لكل جماعه هبروا وشبروا ونبتوا، ومع الاسف بتقول لي منى لازم تقول بحسن الوعظ. حاضر.